خطيب بنتي عايز يتجوزها في شقة مفروشة ومن غير أي ضمانات. خطيب بنتك؟ اه عاوز ايه بقى؟ عايز يتجوزها في شقة مفروشة ومن غير أي ضمانات، غير أي إيه؟ ضمان يعني. لا جواز لا، على جواز شرعي يعني عند مأذون وكلام من ده جواز شرعي بس. يعني ايه شقة مفروشة بقى؟ شقة مفروشة. يعني يتخلى وبدون اي ضمانات، لا قايمة ولا كلام من لا ده؟ قايمة ولا شبكة شقة مفروش. ولا مؤخر ولا الحاجات دي خالص. وانت وافقت على كده؟ ولا أنا انت ما وافقتش لسه بس. محتار؟ محتارة وشايفة البت ميلاله. ولما يزعل منها بعد 3 4 شهور تعملي ايه؟ أنا مش عارفة يا أستاذ. سابها في الشقة المفروشة دي بعد شهرين وراح ماشي، هتدفع انت الايجار بقى ولا تعملي ايه؟ ده شقة مفروش. ما أنا بسأل حضرتك. هتطولي فين؟ هتجيبيه منين؟ يعني الراجل ده دخل ده النهارده ما هوش بيقول لك اكيد هعمل بعد كده، اذا كان ما هوش عارف يعمل هو بطوله، هو لسه شاب بطوله هيدخل في شقه مفروش مجرد ان يدفع شهر تامين ولا 2 تامين وشهر مقدم، قعد بيهم 3 شهور دول وخلع بعد كده، تجيبيه منين بقى؟ فين الضمانات اللي تمسكها عليه؟ فين القايمه اللي عليه؟ فين العزال اللي تاخديه منه؟ فين التمكين اللي بتعمليه عليه؟ فين اي دعوه شرعيه تحطها عليه بعد كده؟ يعني ايه شقه مفروشه؟ وازاي ترضي بنتك بوضع زي ده؟ وهرب منها بعد شهر ولا 2، فين اي ضماناتها؟ اختفى من البلاد اللي احنا فيها، راح اي بلد ما عندوش اي حاجه يبكي عليها. ما هو الراجل لما بيكون جايب الحاجه بيبكي عليها، جايب شقه باكي عليها لان تعب فيه، جايب عفش ودنيا وعزال باكي عليه لانه تعب فيه. ده مش باكي على حاجه، ده هي شقه مفروشه يدفع فيها شهر ولا 2 ايجار، قعد بيهم ومشي. هتطولي فين بعد كده؟ ده امر ما كانش ينفع تفكري فيه. يا يشتريها بالغالي، مش الغالي اللي هو يجيب لها كيلو دهب، بس بما يرضي الله، الامور المتاحه. هات يا ابني لو اوضه اقعد فيها، لو في بيت عيلتك، لو في اوضه في بيت العيله احنا راضيين. لكن شقه مفروشه على النيل 13 اوضه، لا انا مش عايزاها، عايزه اوضه على السطوح عند اهلك، بس بيتك يبقى معروف، عارفه بنتي رايحه فين، في بيت مين، عند مين، لما بنت تغضب ولا تزعل هبقى رايحه لها فين، لو هو راح هنا ولا هنا هروح له عند مين، له اب وله عم ارجع له عندهم. لكن ما ترميش بنتك بالطريقه دي، امر مرفوض اللي بتقوليه دي، امر مرفوض. الله ينور عليك يا أستاذ، النبي كلمك حلو. تحت امر.